وأسفا على ما يحدث في نادي الزمالك. ما زال نادي الزمالك يعاني بشدة من آثار المجلس القديم. عقد إمام عاشور مش لاقيينه، ومش لاقيين محضر مجلس إدارة نادي الزمالك اللي خد الإذن أو خد الأمر أو خد القرار ببيع إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركي. مش لاقيين محضر مجلس الإدارة. هناك أيادي تعبث، هناك أيادي تلعب. أين محضر مجلس إدارة بيع إمام عاشور إلى نادي ميتلاند الدنماركي؟ مش عارفين. مش بس كده، 3000 ملف من العضويات المشطوبة والغير مرغوب فيها من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك السابق اللي مهمش على الهوا ولا على المزاج اختفى. يعني هم شطبوا 3000 واحد، المفروض ده بيبقى له ملف، الملف ما زال موجود حتى لو هو مشطوب. أين ذهبت هذه الملفات؟ لا نعلم. أين راحت؟ لا نعلم. يقال إنها كانت بتروح لرئيس النادي شخصيا، هو اللي بيحتفظ بيها، لكن أين ذهبت؟ لا نعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وفيديو جديد من قناتكم الزمهلاوي. في البداية ما ننساش اللايك وشير وكومنت، سبسكرايب للقناة ومفعل زر الجرس علشان يوصلنا كل جديد. ما يحدث في نادي الزمالك مهزلة بكل ما تحمل كلمة مهزلة، بكل ما تحمله الكلمة. مهزلة بكل الأعراف، عشوائية وقمة العشوائية. من كانوا يدورون نادي الزمالك المفروض انهم يفتحوا مدرسة عشوائيات ويدرسوا العشوائية كما يجب ان تكون. كان في كتب التاريخ كما يجب ان يكون؟ لا. نادي الزمالك من كانوا يدورونه في السابق المفروض يفتحوا مدرسة العشوائية كما يجب ان تكون، الاهمال كما يجب ان يكون، الاستعباط كما يجب ان يكون. ازاي محضر مجلس اداره بيع امام عاشور الى نادي ميتلاند الدنماركي غير موجود؟ يعني ايه؟ مين خده؟ ازاي؟ مفيش موظفين؟ مفيش رئيس نادي؟ مفيش مجلس اداره؟ اين ذهب؟ مش عارفين. ازاي؟ هاو يعني ازاي؟ هاو ماو شاو ناو كاو. قمه العشوائيه، قمه السمك اللبن تمر هندي. عايز تتفرج على العشوائيه؟ اتفرج على ما يحدث. ده كلام. اين ذهبوا؟ مش عارفين. طب حد هيحقق؟ ما نعرفش. طب هيجيبوا العقد وهيجيبوا مجلس اداره؟ مش عارفين. طب الفلوس راحت فين؟ مش عارفين. طب احنا كنا بنقول الفلوس راحت فين كان الناس بتزعل. اين الفلوس؟ مش عارفين. عشوائيه. الحاجه الثانيه في نادي الزمالك، احمد سيد زيزو والده صرح انه هيقعد مع وزير الشباب عشان ابنه يمشي يروح للشباب. يعني ايه؟ من يدير نادي الزمالك؟ وزير الشباب هيعمل لك ايه؟ انت مش مرتبط بعقد يا ابني؟ يا عم تعالى زيزو، تعالى خد يا زيزو، تعالى. انت يا ابني مش مرتبط بعقد، مش مرتبط بعقد مع نادي الزمالك. طب انت هتمشي يعني ازاي؟ مش هتمشي ونادي الزمالك واقف عليك وانت شايل الزمالك انت وزيزو والونش. طيب هتمشي ازاي زيزو؟ تعال بس هقول لك، ما تخافش، تعال ما ترد يا عم زيزو. ازاي يبقى حضرتك متعاقد وماضي على عقد وتصبح الصبح كده لا انا همشي، لا يا عم انا مخنوق انا ماشي انا هروح الشباب؟ يا جماعه في ايه يا جماعه؟ هو نادي الزمالك ده ملوش اهل يدوروا عليه؟ هو نادي الزمالك ده ملوش صحاب؟ يعني انا مش عايز اقعد، انا عايز امشي. يا عم الفريق واقف عليك وقال له هيحلوا المشكله، والراجل المحترم اللي هو حسن موسى قال لك هنحل المشكله، هو الكابتن احمد فؤاد والكابتن ايمن ابو سريع قال لك هنحل المشكله وان شاء الله خير للزمالك، القادم خير. ورجال الاعمال وقال لك ممدوح عباس هيتنازل عن قضيه الحجز وهيحلوا مشكله النادي. هي المشكله كلها كانت في مرتضى منصور. يعني كل مشكله نادي الزمالك مع النادي الاهلي ومع ممدوح عباس ومع لاعبي الزمالك القدامى ومع الجماهير ومع كل كليله كان مرتضى منصور. طيب مرتضى منصور مشي بالمجلس بتاعه، بدأت الدنيا تلين والانفراجة تحدث. ممدوح عباس هيفك الحجز، لاعيبه نادي الزمالك القدامى هيتدخلوا، رجال الاعمال هيتدخلوا ويحلوا المشاكل دي كلها. مش كده كويس؟ كويس. امال ايه يا عم زيزو بقى؟ انت الناس بتحل وانت هتطلع لنا عقده في المنشار؟ التزم بعقدك يا عم زيزو. المفروض يتكلم فتوح وصبحي، يعني دول بين البنين، والنادي الاهلي عاوز ياخد فتوح، واعتقد ممكن صبحي، لان الشناوي ممكن احتمال ضعيف قوي قد كده الشناوي يمشي. فانت دلوقتي الزمالك مستهدف من جوه ومن بره، من العدو ومن الغريب، من قريب والحبيب. ايه يا جماعه في ايه؟ الحاجه الثانيه، محمد صلاح يا جماعه لسه مازال موضوع اتحاد جده في الافق ولسه مطروح، ولسه الكلام شغال ان محمد صلاح احتماليه كبيره انه يروح اتحاد جده بمبلغ خيالي، وقلنا عليه قبل كده 4 سنين بمليار دولار. اللهم صل على النبي، بالصلاه على النبي، صلي على الحبيب قلبك يطيب. مليار دولار في 4 سنين. فمحمد صلاح لسه بيقول لك هيروح، ولسه الكلام مطروح، وليفربول في مأزق بسبب الموضوع ده. ليفربول في مأزق، محمد صلاح عايز يروح. المبالغ يا جماعه، ده نيمار راح يا جماعه، ده كريستيانو راح، سيبك من كريستيانو، نيمار راح يا جماعه، ساديو ماني راح. يعني محمد صلاح ما جاتش على محمد صلاح. ده بالنسبه لمحمد صلاح.
امام عاشور واكرم توفيق خفوا زي الفل خلاص، ودخلوا التدريبات وهيروحوا معسكر النادي الاهلي، هيسافروا على النمسا يوم 28 يوم 6 سبتمبر. يعني امام عاشور واكرم توفيق تماثلوا للشفاء وخلاص. لسه كريم فؤاد، يعني خلاص دول هيروحوا على المعسكر زي الفل وخلاص هيتم الاعداد. كولر جه امبارح وتمام التمام وخد فلوس 400,000 دولار وشويه، حبه حلوين كده. النادي الاهلي عمل النهارده حفله اسطوريه لتكريم الفرق. كم هائل من البطولات، كم هائل من البطولات للنادي الاهلي في العام الفائت في جميع اللعبات وجميع الالعاب. النادي الاهلي بيحطم الارقام القياسيه في البطولات. النادي الاهلي من حقه يعمل اللي يعمله في ستيتش. النهارده شفنا امام عاشور نزل الاستاد وكانت الدنيا زي الفل. فنادي الاهلي يا جماعه تحطيم الاسعار وتحطيم الارقام القياسيه وتحطيم البطولات تحطيما، يعني ما خلاش حاجه لما خدها. الحاجه الاخيره او الحاجه اللي بعد كده، كريستيانو رونالدو شفناه في ماتش امبارح لما زق احد اعضاء فريق الاهلي الاماراتي لما كان حب يصوره، فزقه كده بطريقه مش كويسه. كل الدنيا مقلوبه على كريستيانو، ازاي الاخلاق. انا لاعب طالع متضايق او مخنوق من الملعب او مخنوق من المباراه او كنت مضغوط في المباراه، الاقي واحد واقف عامل لي كده، يا سلام عامل لي كده، واقف في سكته وعامل لي كده عشان يتصور معايا. يا عم اوعى انا مش طايق نفسي، يا عم اوعى انا قرفان، انت واقف عامل لي كده. والاخي بص، يستفزونك لتخرج اسوأ ما فيك ثم يقولون لك هذا انت. ما توسعوا، عايز اطلع، انا بحب اطلع من الملعب، انا طالع مخنوق، انا عرقان وقرفان ومش طايق نفسي، عايز اخش اخد دش. انت فاهم لي كريستيانو تعالى يا عم ما تسيب الراجل يطلع يا عم، انتوا في ايه يا جماعه؟ لاعب طالع يعني كل الدنيا اتقلبت على كريستيانو. طب ما تبص تشوف التاني عمل له ايه. احنا مش بندافع عن كريستيانو، بندافع عن الموقف اللي حصل، لكن ما تبص تشوف اللاعب كان طالع مخنوق ومش طايق نفسه وانت واقف له عمال تعمل له كده. ده كريستيانو رونالدو. ندخل على موضوع عمرو ورده كان وقع لنادي الرجاء المغربي وحصل وحصل مشاكل، وجماهير الرجاء قالت لك لا مش عايزينه، ده كان عمل مشكله في القاهره وكان بيتصل على مواقع التواصل الاجتماعي مع بنت وحصل لسه لحضراتكم مش عايزين نفكركم بيها يعني. فعمرو ورده دلوقتي يقال انه مريض وتعبان وعايز يفسخ العقد. نادي الرجاء متمسك بعمرو ورده، فهل يفسخ العقد؟ هل يستمر في ظل الجماهير قالته عليه؟ هل نفسيته اتدمرت او اتاثرت بكلام جماهير الرجاء عليه؟ هل هو فعلا مريض؟ نتمنى له الشفاء لو هو مريض. فالايام اللي جايه مش عارفين هل هيكمل في الرجاء. كنا بنتمنى يكون لنا او لاعب مصري يعني في الدوري المغربي، لكن يبدو انها لن تكتمل. الحاجه اللي بعد كده يا جماعه، يقال ان الاستاذ مرتضى منصور يقال انه قاعد في مراسي منتجع في الساحل الشمالي، ويقال انه عمل استشكال. فهل مرتضى منصور عمل استشكال؟ يقال ان الحكم واجب النفاذ اللي كانت خدته عليه الاستاذه لمياء اللي هي شغاله في الجهاز المركزي للمحاسبات. فيقال برضو ان في شخصيات كبيره هتتدخل علشان تصلح بينهما لكي تتنازل عن القضيه ولكي يخرج مرتضى منصور منها نظرا لكبر سنه. وهترجعوا تاني نادي الزمالك الموال ده مش هينفع، اقسم بالله ما هينفع الناس دي ترجع تاني. يعني انتوا هتصالحوهم عشان يرجعوا يخشوا انتخابات تانية، الانتخابات اللي بعد 45 يوم بقرار وزير؟ يعني اقسم بالله ما هينفع. هل سيتم الصلح بينهما؟ هل الاستاذه لمياء هتتنازل؟ ما نعرفش. هل لو اتنازلت مرتضى منصور هيرجع المشهد؟ ما نعرفش. هل انت موافق؟ ما نعرفش. هل انت لو قال لك مرتضى منصور جاي هتقول له ماشي؟ ما نعرفش. لكن انا ما اعرفش جماهير الزمالك هتعمل ايه لو ده حصل. اقسم بالله يا جماعه الوضع هيبقى قمه الصعوبه. يعني انا مش عارف الناس هتتصرف ازاي. هل مرتضى منصور يتصالح مع الاستاذه لمياء وتتنازل وكابتن محمود الخطيب رافع قضيه عشان يطبق السنه اللي خدها، ولو تنازلت الاستاذه لمياء مش هياخد ال6 شهور، يبقى مش هياخد السنه، يبقى مش هياخد 3 شهور، يبقى مش هياخد الشهر، ويعود الى المشهد مره اخرى؟ معقول؟ هذا وبالله التوفيق. في نهايه الفيديو ما تنساش اللايك والشير والكومنت وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.